ف يعني يا أيتها البنت الجميلة يعني. م. والطويلة جدا يعني طويلة. يعني لماذا هذه الحركات أنا لا أعلم. م. لماذا أنت تقومين بهذه الحركات يعني ونحن الآن تمام في خضم نقاش جدي جدا لنعرف يعني أنت لماذا تقومين بهذه الحركات يعني. آه، إن يعني إن الزمن قد طال تمام وقد أخذت راحتك جدا يعني. وأنا أعتقد أن يعني في مسج يعني أنت لابد أن تردين على هذه المسج يعني. فأنا لا أعلم لماذا لا تردين صراحة على هذه المسج. يعني نحن في الشعب السوداني الجميل يعني نوجه رسالة واضحة جدا للشعب الشقيق الجميل اللي انت بتنتمي له يعني. ونقول لكم يعني أن يقولوا لك يعني ردي على هذه الرسالة يعني. إنه لن يكلفك أي شيء يعني. تمام يعني لا يمكن لقد جعلتيني يا أختي يعني طبعا أختي في الإسلام يعني وفي العروبة يعني أنا أقوم بأشياء عجيبة يعني الآن الناس ينظرون إلي وأنا أبدو مجنونا يعني. ولكن يعني ما مشكلة. لا تحملي هما هذا ليس الموضوع الأساسي. ما أبدو أنا عليه أي حاجة يعني مهم. أنا أصلا لا أتحدث اللغة العربية الفصحى أنا أتحدثها الآن حتى أعبر لك أني في انتظار هذه الرسالة أن تظهر يعني طال الزمن. وبعدين أنا أريد أن أسألك سؤالا واضحا جدا. أنت يا أخي عندما أنا رأيتك للمرة الأولى أنت لماذا أنت ابتسمت بهذه الابتسامة الجميلة جدا يعني كانت ابتسامة يعني أنا تعلقت بهذه الابتسامة وأصبحت متعلقا بها. نفسي متعلق بالابتسامة يعني أنا الآن متعلق بهذه الابتسامة وأنت لا تردين على الرسائل المتعلقة بالتعلق بهذه الابتسامة. فأنا الآن أجد نفسي يعني في مكان ضيق جدا لا أستطيع التحرك في هذا المكان. فأنا أنا صراحة لا أعلم يعني لا أعلم ماذا يجب أن أقول لك يعني. وأنا سألتك سؤال كان مهما جدا ومتعلق بهذا وأنت قلت لي يعني أنه يمكن أن أسألك هذا السؤال يعني. فلكن أنا أسألك أنت تقولين يمكن وأنا أسأل السؤال وبعدين أنت تختفين هذه الاختفاءات العجيبة التي يعني لا في داعي لها يعني. ما في داعي يعني الناس تتواصل نحن شعوب جميلة. أنت حتسبب فيه على فكرة بالمناسبة الشعوب يعني. هذا الفيديو هو تحذير يعني. أنت لك الآن ما عرفتي حتسبب في مشكلة دبلوماسية بين الشعبين الشقيقين. حيكونوا ما شقيقين بعد اليوم. واضح الكلام ده. اوكي. إيه و يعني انا وارجو يعني ان الموضوع ده يكون مهم بالنسبه لك العلاقات بين الشعبين المساكين ديل يعني. علاقات قديمه جدا واثريه ومتجذره يعني في المسائل ومتجذره. ما جاد علي أنا. آه شوفي انت عندك 24 انذار. عندك 24 سنه يعني ردي براحتك ولكن شنو يعني ان شاء الله ما تاخذي ال 24 سنه كلها لانها حتكون يا سيدتي انا لم افعل هذه الاشياء والله العظيم والله العظيم انا كنت امر. ولكن يعني في ذاك اليوم الملعون
أم أبوه هذا الذي أنا ذهبت فيه لهذا المكان يا أخي ورأيت فيه، يعني هذا الشيء يعني كان لا بد أن لا يحدث صراحة، لأنه بعد ما حدث يعني ما ممكن. أصهر يا حجة، أصهر يعني. بس يا أخي أقطعيه معي. قولي لي أيا أيها الرجل، اكتبي لي رسالة يا أيها الرجل أغرب يا أخي عن وجهي أذهب إلى الجحيم، أي حاجة حتى أنا أفهم أن هذا الطريق يعني قطع، وأنا أبحث عن طريقة. أنا أصلا ما كنت أبحث ولا كنت أصلا أريد البحث، وأنت من الذي قال لك ذات تأتي وتطرق الباب؟ يا أخي أنت راجعة محترمة، أنثى محترمة. يا أخي تفتحين الباب وتدخلين كده وتقعدي كأنه البيت بتاعك يعني يعني كأنه البيت بتاعكم يعني من زمان. لا لا، لا بد أن تردي هذه الرسالة، أرجوكي ردي الرسالة بصورة واضحة، لأنه أنا والله لا أستطيع الانتظار، ونحن الشعب السوداني ده معروفين أننا لا نحب الانتظار، يعني لا ثورة طوالي سبل. يعني كده حاكم ظالم ثورة طوالي لا ننتظر، ويقول لنا انتظروا بتاع واحنا لا ننتظر. وانا الان لا اريد الانتظار اكثر من 24 سنة. فيعني اي حاجة اي حاجة اي حاجة يعني، بس كلمة يعني اي حاجة كده فهمت تعبيرة كده بسيطة عن انه مثلا الابتسامة الاولى ليك والفرحة بقدومي. اعتقد انه كان في فرحة كده معينة عندما ظهرت يعني في تلك الثلاثة سكندز يعني بس يعني إذا كان هذا الشيء حقيقي يعني فأرجوك يعني هذه اللحظة أن تطلعيه في الواقع، لأنه أنا تعبت من الخيال. ماذا تريدين يعني؟ ماذا تريدين؟ يعني هذه المسألة صعبة يا أخي. يا أخي هذه الأشجار كلها لك يا أخي، خذي هذه الورود هدية. وإذا كنت تريدين لو يعني أنا أنت ما في حاجة يعني كل حياتي عايزاه، بس أنت قوليها، يعني قولي لي ماذا تريدين وأنا أفعله. والله العظيم أنا ما فعلت هذا الشيء قبل ذلك يعني، ولكني الآن مستعد تماما لفعل هذه الأشياء كلها. كلها خدت لي يعني عملي لستة، يعني فاهم لستة، قولي أريد هذا وهذا وهذا، والله وأنا معك حتى الآخر، والشعب السوداني كله معك ومعاي، يعني فهمتي معك احنا. ولكن يعني قولي فعلي انفجري، يعني لا تقعدي كده مثل المسمار يعني. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، يعني وأنا قاعد في النار وفي الجنة، انت ذاتك الجنة أصلا، وأنا قاعد في النار هنا، عذاب سخانة. قولي لي أي شيء، قولي لي أي شيء يعني عبري لي عن هذه يعني قولي لي أنني أتوهم، يعني أنا عادي جدا، أنا كثيرين جدا من قالوا لي أنني متوهم، يعني كثير من الأشياء الذين ظنوا أنني أتوهمها حصلت يعني. فلن يكون جديدا أن تقولي لي يا رجل، أيها الرجل الأسمر السوداني. وبعدين يا أخي هذه يعني ما هذه الأغنية يعني التي أنت وضعتيها والأسمر؟ يا أخي نحن ميتين الرجل الأسمر. تعذب الرجل الأسمر معك بعد هذه الحاجة. الناس تكون واضحة يا أختي في العروبة وفي الإسلام، ولست أختي في أي حاجة تانية.
O sigui, jo crec que hauria d'estar la de l'any passat i fer alguna modificació. يعني اتخذي قرار حاسم في المسألة يعني عشان أنا أرتاح وأطوي هذه الصفحة يعني التي لا تريد أن تنطوي. يعني معقول الواحد أسبوعين؟ يعني أنا لا أفكر في أي شيء إلا أنت يعني، أقسم بالله. يعني لقد أصبح الأمر خطيرا، فالرجاء تحركي بالسلب أو بالإيجاب. تمام، حتى يا إما مثلا نبني قصة طويلة كما أنت طويلة وأنا طويل ونعمل قصة طويلة، أو يعني نمشي كده يعني نشوف أي حاجات قصص قصيرة يعني أخرى. والله أعتقد حتكون حتى دي صعبة يعني مصاري. بعدين سؤال، لماذا كنت أنت جميلة وبعدين أهلك كلهم كانوا جميلين؟ يعني ما ممكن كل الأسرة كانت جميلة وحتى الطفلين الصغار كانوا جميلين وكل الناس جميلين يعني وتذهبي هكذا يعني؟ فإحنا بنوجه رسالة للشعب الشقيق ونوصيكم بالتمسك بالعلاقات بين الدولتين، لأنه إحنا الآن واصلين مرحلة بتاع الجنون واضح اهو، في جن حاصل. انا جنيت